دلوقتي مش كده يعني دلوقتي لما هيقفلوا الانشطه جمعيه سوزان مبارك اللي لموا بيها مليار دولار 997 مليون دولار، ده اخر الكلام كان من شهرين، ما حضرتك بتقول دلوقتي زياده، يعني الفلوس دي هتروح فين؟ هيقفلوها وبعدين انا بس عايز اقول ان الموضوع ده في مجموعه مصريه. الحكومه لو وافقت على قفل الانشطه هنجيب الفلوس ازاي؟ ما هي وافقت خلاص، وافقت خلاص، ده خطاب قديم. هو تاريخه كام؟ يا نهار ابيض. انا عايز اقول بس ان في مجموعه مصريه شغاله على هذا الموضوع. الحكومه المصريه وافقت من زمان واتقفلت الانشطه واغلقت وسحبت الترخيص. يعني اصوت بس مش انا بس عايز اقول ان ده في ايد مجموعه مصريه بتعمل على هذه المستندات دلوقتي. ربنا يعينها يعني تستكملها. لكن الخطير في هذا الموضوع هو اولا انه في قضيه غسيل اموال متعلقه باللجنه بلجنه سوزان مبارك الدوليه للمراه والسلام طبعا في جنيف، متعلقه بالاضافه الى قضيه التهرب الضريبي الشهيره اللي هي ب 950 مليون دولار. القضيتين دولت اغلاق النشاط هنا يقتضي زي ما ابو العز بيه اشار مباشره بحسه القانوني في الحقيقه انه ايلوله الاموال والممتلكات، وفي قرار بكده يعني الموضوع هيبقى ليه لسه تبعات. في قرار فعلا اتخذ بكده بايلوله اموالها وممتلكاتها لجهه اخرى، ومن ثم موضوع الجريمه هيروح لجهه اخرى، جهه مش مصريه. هيروح لسويسرا. النائب العام كان يجب عليه الواجب الوطني والواجب القانوني انه يحقق في الموضوع، لانه دي احد مسارب تهريب المال المصري كانت جمعيات المجتمع الوطني اللي بيهيمن عليها المسؤولين، وثرت عليها مشكله، وسويسرا طالبه معونه، طالبه يعني اسمها ايه، المساعده قضائيه في هذا الموضوع من مصر من شهر 4 ومن شهر 5. فمعناه ان هو يغلقه دون تحقيق ولا حس ولا خبر، معناه ان هو عايز يقفل هذا الملف. ده كلام خطير جدا بالظبط كده. وهنا النائب العام في الحقيقه اتخذ قرار غير مناسب خالص، وكان واجبه ان هو يفتح تحقيق بهذا الشأن قبل ان يوافق على الاجراء. طب ما نقدرش ننقذ الموضوع دلوقتي يعني لا هو في اضافه بس لو سمحتي لي. اعتقد لا انا عايز اضيف جمله بس، ده اصله اجراء واتفاقات كلها متفق عليها. ايوه ده ممكن كلها متفق عليه.